الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متابعيني الكرام. إن شاء الله أتمنى اللي مشتركش في القناة يشترك ويتفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم كل ما هو جديد. وإن شاء الله أتمنى تكونوا بتستفادوا إن شاء الله معايا. تعالوا النهاردة مع بعض هنعمل طبق كده، حاجة جميلة كده، حاجة إيه، أبيتايزر، حاجة تفتح النفس تفتح الشهية. شكل ولون وكل حاجة. تمام. هنجيب دي حباية أفوكادو تكون مستوية كويس، ما تكونش طرية قوي. ماشي. وهنقطع القاعدة اللي تحت والجزء اللي فوق، ونخرج بنحط صباعنا كده نخرج الايه، البذرة بتاعتها بالشكل ده. تمام. بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نحافظ عليها، ما تتكسرش مننا، ما تتبهدلش مننا. تمام. ده معايا جمبري. أنا سلقته لمدة 3 دقايق. ماشي. وبعد كده بردت عليه مع بوكيه جرنيه طبعا. بعد كده قطعته برنواز بالشكل ده، حطيت له شوية مايونيز وبنجر بحيث انه ياخد معايا لون ايه، كلر، يدي معايا لون احمر كده، لون الورد بتاع البنجر. وده جمبري. تمام. بمايونيز بس، مفيش اي اضافة تانية. ليه انا عملت لون ابيض شوية، اللي هم دول ابيض، وشوية بالبنجر بحيث انه يديني ايه، اللون الوردي بتاع البنجر الجميل كده، عشان ايه، يدي معايا كلر في الالوان. يعني مجموعة ألوان في الإيه، في الطبق بتاعي. ماشي. وطبعا لون الأفوكاتو طبعا زي ما حضراتكم شايفين، اللي هو اللون الإيه، الجميل، اللون الليموني الجميل ده. ماشي. هنيجي نحشي نصها من اللون من الجمبري اللي بالبنجر. ماشي. نصها كده من تحت، وبعد كده النص التاني يبقى إيه، الجمبري التاني اللي هو لونه مش واخد أي لون، اللي هو بالمايونيز فقط، لا فقط بس. ماشي. آه، ب بالجزء الأخير من المعلقة، أو بمعلقة شاي، أو بحاجة صغيرة كده. تمام. ونحشي الإيه، نصها اللي هو بتاع الجمبري اللي بالبنجر. ماشي. الجزء التاني هنحشيه الجمبري التاني. ممكن نعمل أي إضافات تانية، ممكن سلمون مارينيتد. ماشي. وجمبري ممكن اخطبوط، ممكن أي حشوة حضراتكم تحبوها، ممكن تعملوها فيجيتيريان، خضار. ماشي. آه، اللي نفسكم تطيب ليه اعملوه. ماشي. زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنحاول ان احنا ايه، نضغط الحشوة دي بحيث ان ما يكونش فيه ايه، اي فراغات. تمام. ضغطناها من الجنبين كده طبعا، وانا بحشي بحط ايدي من الجنب التاني بحيث ان الحشوة ما تخرجش. حشيناها كده بالشكل ده، وضغطناها بحيث ان احنا ما يكونش فيه ايه فراغات عندنا. طيب انا دايما انا كده بقى ايه، لما اجي احشيها اخلي الكفر، القشره بتاعت الافوكاتو اخليها بحيث انها تكون حجمها ماسكاها شديده، لان انا لو قشرتها الاول تبقى ضعيفه معايا، ممكن تتهري مني الايه، الافوكاتو. ماشي. نيجي بقى نعمل الطبق بتاعنا، نرسم الطبق بتاعنا. انا هعمله كده حاجه خفيفه. ماشي. رسمه الطبق دي بقى لمستكم، دي حاجه لمسكم، يعني حاجه زي اللمسه بتاعتكم، تعملوها زي ما انتوا عايزين يعني. ماشي. كل واحد ولمسته، يعني ما ترتبطوش باللمسه دي. تمام. طبعا بالنسبة للشيفات طبعا يعني ايه، تقدروا تعملوا وترسموا اللي انتوا عايزينه. الطبق ده انا عامله، ده طبق طالع توب في اي بي. ماشي. شخصيات مهمة. آه، طبعا ده يعني الطبق ده غالي، مكون من جمبري والافوكاتو وحاجات كلها ايه، غالية يعني. ماشي. وطبعا ما تغلاش عليكم. آه، وكلها برضه في متناول الايد، يعني ممكن نشتريها ونعملها في البيت، نعملها في اي حتة يعني. تمام. يعني ممكن نكون نعملها في البيت لينا، نقدمها لأي حد جاي لنا، ضيوف جاية لنا. ماشي. بالنسبة للشيفات طبعا تقدروا، عندكم حاجات كتير متوفرة تعملوها، سلمون، اخطبوط، حاجات تانية. ماشي. ممكن نحشي خضار، ممكن نحشي جبنة مع خضار، مفيش مشاكل عادي، كل حاجة متاحة. تمام. طبعا أنا عملت كورنيه خفيف من تحت كده. الكورنيه ده هو مايونيز ولون ليموني. ماشي. من الألوان، من ألوان الحلواني. ماشي. ممكن تعملوه حاجة طبيعي، ممكن تعملوه ببسلة، ممكن تعملوه جل برتقان، جل جزر، جل فلفل. يعني الموضوع متاح معاكم يعني. ماشي. وأي كورنيه من فوق كده، ده كورنيه كريم تشيز من فوق. وأي لمسة كده من فوق نحطها، أي جرنش،
أنا حطيت من فوق كافيار أحمر. ماشي. وده الطبق بتاعنا، حاجة سهلة خفيفة شكلها حلو، شكلها جميل. أتمنى تكون نالت إعجابكم، أتمنى أكون بقدم لكم حاجة مفيدة. تمام. ويا ريت لما نيجي نقطع الأفوكاتو نبقى نديلها عصرة ليمون بحيث إنها إيه ما تسودش معانا. أشكركم شكرا جزيلا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وبالهنا والشفا.